الحمد لله الذي اصطفى منا الشهداء واختار منا أعظم الناس وهم الشهداء الذين تضج سيرهم بالنبل والعطاء. الحمد لله الذي جعل الشهادة اصطفاء واختيار. إن الشهادة أيها الناس هي أسمى غاية المؤمن، ولذلك تمناها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وذلك لما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من أجر الشهيد ومن فضل الشهيد، وهذا من أعظم الدلالات على أن الشهادة ليست خسارة، فالشهادة ربح على المستوى الذاتي، فالشهيد قد بلغ أعلى مرتبة عند الله سبحانه وتعالى. وأما على مستوى الأمة فهي إحياء للأمة ورفد لمسيرة الجهاد والعطاء وتحشيد للناس حول القضية. ولكأني بالشهداء وهم يرددون قول الشاعر: وإني لمقتاد جوادي وقاذف به وبنفسي العام إحدى المقاذف، لأكسب رضا أو أؤول إلى غنى من الله يكفيني عداة الخلائف. فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بدكن المطارف، يعني يا رب إذا حانت وفاتي فلا تجعلها على فراش من حرير، ولكن أحن يومي شهيدا بعصبة يصابون في فج من الأرض خائف. عصائب هو قال من شيبان ونحن نقول من فلسطين، عصائب من فلسطين ألف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وساروا إلى موعود ما في المصاحف. وموعود ما في المصاحف هو في قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. من هم؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يقر أعيننا بالانتقام من أعدائنا. اللهم آمين، وصل اللهم على محمد.